احنا ما عندناش في مصر فراوده، فلو انت ناشئ وبتلعب في مركز الفيرود او انت اب عنده ابن ناشئ بيلعب في مركز الفيرود، فانا جايب لك لعيب تتفرج عليه عشان تتعلم فعلا يعني ايه فيرود. قبل بقى ما اعرض لك لقطات للفيرود المثالي اللي المفروض تتعلم منه، لازم تبقى عارف ان في صفات للفيرود المثالي بالترتيب كده. رقم واحد، انك بتعرف تتمركز كويس وتكون في مناطق قريبه من الجون. يعني لا مؤاخذه ما ينفعش يكون الباك رايت والباك ليفت عايزين يرفعوا اوفر وسيادتك لسه بتجري عشان تخش منطقه الجزاء. النقطه الثانيه انه بيعرف يجيب جون. يعني لما يكون عندك فرص نسبه انك تحولها لجوان قد ايه. لو انت بتضيع كتير فانت بتتمركز كويس بس نسبه تحويل فرصك لجوان قليله. النقطه الثالثه في الاهميه وهي انه يكون لاعب هجام، ودي بقى بالذات لازم نتفرج عليها مع اللعيب بتاعنا. النقطه الرابعه في رايي وهي انه يكون لاعب محطه. رقم اربعه، يعني لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، كفايه رغي بقى ونخش على اللعيب بتاعنا واللعيب اللي معانا واللي في رايي لازم الناشئين ياخدوه كقدوه في مركز الفيرود. واللي عايز بقى يتخانق معايا يتخانق معايا هو عمرو زكي. لو ابتدينا باول صفه وهي التمركز الكويس، فلقطه عمرو زكي في كاس افريقيا 2006 لما نزل مكان ميدو وجاب جون بالدماغ. بص على التمركز ده وقول لي عمرو زكي واقف صح ولا لا. هتقول لي اه طبعا ما هو جاب جون اكيد واقف صح. هقول لك ده صحيح، بس كان في فيرود تاني ممكن يقطع القريبه ويبقى متوقع انه هيسبق المدافع الاولاني اللي واقف قدامك ده، ولكن ده حسن تمركز من عمرو زكي اللي كان عنده الحس التهديفي اللي يقول له العرضيه دي هتروح فين. لو اتكلمنا عن النقطه الثانيه وهي ازاي بيعرف يجيب جون، فلقطه عمرو زكي قدام كوت ديفوار في كاس افريقيا 2008 خير عبره ومثال. في اللقطه دي بعد ما عمرو زكي يفسح المدافع كان ممكن ياخد له لقطه ويفسحه مره واثنين كمان يمين وشمال، بس عمرو زكي عارف انه مسؤول انه يجيب جون، مش مسؤول عن الاستعراض واللقطه، فبالتالي شمع الكره في الجون زي ما انت شايف من بره ال 18. رقم 3 واللي شايفها مهمه قوي انك تكون هجام. اتفرج لي بقى كويس على جون عمرو زكي في نهائي كاس مصر 2007 قدام الاهلي وشوف نط ازاي جنب وسط المدافعين وما كانش خايف ياخد بالبنيه من حارس المرمى عادي. جون عايز قلب وانك تكون هجام، وعشان كده سموه التايجر. كام لاعب في مصر كان يقدر يكون مكان عمرو زكي ويخش بالطريقه دي؟ انا بشوف ان هم قليل. النقطه الرابعه وانك تكون محطه، واكيد ما فيش حد كان بقوه عمرو زكي البدنيه وده اللي خلاه يلعب في الدوري الانجليزي ولنا في جوانه في الدوري الانجليزي خير عبره ومثال. عشان تلعب في الدوري الانجليزي كمهاجم لازم تكون محطه كويسه وكورتك كويسه وقادر تلتحم مع المدافعين. واكيد كلنا عارفين ان عمرو زكي كان واحد من اقوى المهاجمين كمحطه في رايي في تاريخ مصر. معلش ثانيه واحده، بعد الاربع نقط دول لازم نتكلم على جون عمرو زكي في ليفربول. ده بقى تمركز وبيعرف يجيب جون وحاجه من الاخر. مش مطلوب منك انك مهاجم يكون بيعرف يعمل دبل كيك، ولكن مطلوب منك انك تتمركز زيه كده وتعرف تعمل فينش بطريقه تستلمها بقى تعملها دبل كيك. المهم انك تكون بتعرف تجيب جول. في النهايه اذا كنت ناشئ او اب اتمنى يكون الفيديو فادك، ولو استفدت فعلا ما تنساش تعمل لايك وفولو وتابعني في اللي جاي عشان انت يا ناشئ وخصوصا يا فيرود تهمني قوي. بس كده يا سيدي، وكان معاك الفيرود وسلام.